ليفربول بيقلب موازين الميركاتو، صفقات نارية وتغييرات جذرية. فيرتز الصفقة اللي هزت أوروبا. ليفربول قرب يخلص صفقة فيرتز نجم باير ليفركوزن بعد ما اللاعب وافق على الشروط الشخصية. الناديين في مفاوضات رسمية دلوقتي، والصفقة ممكن توصل ل 150 مليون يورو، وده هيخليها أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وأغلى لاعب ألماني في التاريخ. الصفقة دي جت بعد ما فيرتز رفض عرض بايرن ميونخ، رغم انهم كانوا مستعدين يدفعوا اكتر، لكن المدرب ارني سلوت لعب دور كبير في اقناع اللاعب بمشروع ليفربول. في بعد كده فريمبونج الظهير الايمن الهولندي اجتاز الكشف الطبي ووقع مع ليفربول، والاعلان الرسمي قريب. الصفقة دي هتدعم الجبهة اليمنى خصوصا بعد رحيل ارنولد. وفي كمان كيركيز الظهير الايسر لفريق بورنموث، تقريبا هم برضو بيخلصوا حاجات كده، تقريبا بيفنشوا الصفقة وبيحاولوا حاليا يخلصوا في صفقة مهاجم. في كلام على ايزاك، بس انا اتمنى ان هم يخلصوا ايزاك، بس ما اعتقدش يعني، لان ايزاك انت بتتكلم في اكتر من 100 مليون، يعني من 100 مليون وانت طالع، بس ما اعتقدش. وداروين نونيز خلاص على وشك الرحيل. داروين نونيز خلاص وافق على الشروط الشخصية مع اتلتيكو مدريد، لكن لسه ما فيش اتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة. المفاوضات مستمرة بين الناديين، والنادي الاسباني بيحاول يقلل المبلغ المطلوب. وفي ممر الدشفيلي حارس مرمى فالنسيا الاسباني، هو تقريبا خلص كل حاجة مع ليفربول، والصفقة تمت ب29 مليون جنيه استرليني. والصفقة هتتم رسميا في 1 يوليو، والحارس هيكمل الموسم مع فالنسيا على سبيل الإعارة قبل ما ينضم للريدز. وأرنولد خلاص امبارح أعلن رحيله في وداعية كبيرة في الأنفيلد، وهما بيحتفلوا بالدوري. خلاص أعلن إن هو خلاص ماشي وخلص كل حاجة تقريبا مع ريال مدريد في صفقة انتقال حر. بس دلوقتي السؤال الأهم، هل فعلا فيرتز هو اللي هيقود ليفربول؟ وهل هيكون فعلا الصفقة الناجحة وهتكون هي المشروع القادم لليفربول في خلال مثلا 10 سنين اللي جاية قدام؟ سيبوا لنا توقعاتكم في الكومنتات وشاركونا برأيكم يعني. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتدعمونا عشان الفيديوهات اللي جاية هتكون نور يعني. سلام عليكم.